معنا ومعاكم فيلم الدراما والإثارة One Wild Moment اللي تم إصداره سنة 2015 علشان لو حابب تدور عليه. وطبعا قبل ما نبدأ ما تنساش لايكك الجميل واشتراكك في القناة لو انت مش مشترك معانا علشان يوصلك كل جديد. الفيلم بيتكلم عن 2 صحاب وراحوا قعدان سوا وكل واحد معاه بنته. واحدة من البنات مع الوقت حبت صاحب أبوها وقعدت تجري في كل حتة. فيا ترى ايه اللي هيحصل بينهم؟ تعالوا نشوف. في بداية الفيلم وعلى رحلتهم على الطريق علشان يستجموا شوية بعد فترة شغل طويلة للرجالة وفترة دراسة ومذاكرة طويلة لبناتهم. هي ما نفسي في أجازة من السهلة اللي أنا فيها دي. بنقابل أبطالنا الأربعة، ماري، لورين، لونا، وأخيرا أنطوان. وبيجي لنا سؤال صغير قد كده، إزاي دول يجوا من دول؟ لا تزنن على الآخر، وده بيخلينا أتأكد إن الإنجابيين ناس بيحبوا مزاجهم على الآخر. فكانت بتسأله كل شوية، حرفيا كل شوية، إن كانوا قربوا ولا لأ، وأو فضلوا ساكتين طول الطريق. لما بيوصلوا البيت كان بيت كبير طويل عريض بحلم بيه، وكان بتاع أهل أنطوان اللي ماتوا في حرب 72. والشلة بتاعتنا كانت جاية علشان تقضي الأجازة وتكمل بقية حياتها هنا بعيدة عن دوشة باريس. كان من الواضح جدا إن لونا هبلة في دماغها، والحمد لله كان أبوها نفس الكلام. على رأي المثل، حط القدر على أمها تطلع البنت لفمها، أو حاجة شبه كده. أنا ماليش في الأمثال. البنتين بيطلعوا على الأوضة اللي هتبقى بتاعتهم علشان يفضوا الشنط، لكن بيقلبوها سويت من حاجة مرعبة آخر 10-20 حاجة. إيه، تعبان؟ لا. أسد؟ لا. بص ميتة؟ لا. أمال إيه يا بنت التوهية؟ فار ميت؟ طيب. واحد من الرجالة بيطلع علشان يلحقهم من المصيبة اللي هم فيها، لكن لما لقاه فار مسكه وقعد يخوف بيه. بدل الاتنين بيقعدوا ينضفوا ويكنسوا وهم بيرقصوا على مهرجانات حمو بيكا. وواحدة من البنات كانت كل مشكلتها انها تجيب اشارة للتليفون. لورين كان راجل رايق شبهي كده، وكان قاعد بينضف وعرف يصرف نظر البنتين عن التليفون لكمسة ده بيخليه متضايق، فبياخد بعضه وبيمشي. بصوا بقى علشان محدش يتلخبط، الراجل العجوز صاحب البيت هو أنطوان، وبنته هتكون لونا. ومش مشكلة لو غلط، ايه يعني غلط؟ ياما ناس بتغلط. والجدع الرايق اللي مسلوع في دماغه هو لورين، وبنته مش متربية هي ماري. المهم ان البنتين ما بيلاقوش اي شبكة في اي حتة غير على قبر جدته لونا، وبيلاقي ان لهم صحاب جنبهم، فبيتحايلوا على اهلهم علشان يطلعوا يسيروا بالليل، وبيوافقوا طبعا في الاخر. بعد شوية برهم بيجي، وكان عجوز، فطبيعي يقعد يتريق على الجيل اللي شغال 24 ساعة ومش لاقي ياكل انه ممل، وبياخد بعضه وبيمشي. بعدها البنتين بياخدوا بعضهم وبيطلعوا على الاوضه وبيقعدوا يتكلموا عن الرجاله. واحده منهم كانت عايزه واحد مقطع السمكه وديلها وسيكي وستايلش وسكسي باكس وحاجه ما تخرش الميه وترابيزات بلياردو وبينج. تحس انها وقعت على مصباح على الهلم البسطاء. طبعا الليل بيخش والبنات بيطلعوا وبيقابلوا شويه رجاله وبيشربوا منكر وبياخدوا بعضهم على مكنه الرجاله عشان يروحوا. ولما وصلوا البيت كل الابهات بتوعنا لسه بيفكروا فيهم علشان يتاخروا. طبعا لما البنات جم كانوا سكرانين اخر حاجه، وقعدوا يقنعوهم انهم مش سكرانين، احنا في البيت صح ولا ايه؟ المهم تاني يوم بياخدوا بعضهم علشان يلعبوا شويه، ولورين عمل حركه مش تمام ناحيه لورين. اسف يا اخوانا، لونا هي اللي عملت حركه مش تمام. اصل بيني وبينكم اسم لورين ده اسم واحده والله. مش عارف اذا كان الكتاب كانوا سكرانين وهم بيكتبوا ولا ايه. المهم لما خلصوا خدوا بعضهم وروحوا، لونا ما كانتش عارفه تبعد لورين عن دماغها على مرات علشان ما يعملوش اي حاجه. ولما لونا شافت واحده بتكلم لورين بدات تزيد على الاخر. هو الموضوع مضحك الحقيقه، يعني بنت عندها 17 سنه مش اكتر، اللي لسه اصلا ما بلغتش، بدات تزيد اخر 10 حاجات على راجل ادبوها، حرفيا ادبوها. مش قوي يعني بس كبير. ومن كتر غيرتها راحت قالت لماري انها عايزه تمشي من هنا، لكن ماري كانت صايعه وما كانتش عايزه تمشي. في اخر ما زهقت راحت وقعدت تشد فيها علشان يبعد عن الوليه اللي بتكلم. بعد شويه لونا بتاخده وبيروحوا يتمشوا على الشط، ومره واحده بتقوم وبتخلع هدومها كلها وبتنزل تبلبط في الميه. وطبعا بتاخد لورين معاها وبيقعدوا يبلبطوا شويه. طبعا بيحصل اللي بيحصل بينهم من تشبيك وغيره، لكن لسه ما حصلش سحله بالمكسرات. بيطلعوا على الشط وهي بتقول له قال ايه انها بتحب لاول مره وانها بتحس بالامان معاه. العشق الملسوع. وبعدها بيحصل اللي بيحصل. بعد كده بياخدوا بعضهم وبيطلعوا على البيت. تاني يوم لونا بتقابل لورين في الحمام وبتشبك له على حين غره، وهو بيقول لها بتعملي ايه يا مجنونه يا بنت المجنون، وبيطلعوا على العشاء. ماري بتلاقي ان لونا لابسه نفس البوكسر اللي هي جابته في دقيقه لورين. طبعا ما كانتش غبيه زي ما احنا فاكرين، وبتفهم الليله كلها من غير ولا كلمه من البوكسر. بس الستات في الحاجات دي ما عندهمش يا مرحميني. افتكر ان واحده ست عرفت ان جوزها مخلف ومتجوز عليها من اغنيه كان قاعد بيغنيها وهو داخل البيت. والله من اغنيه كان بيغنيها وهو داخل البيت. الحاجات دي بتخلينا نخاف من الستات والله. المهم انهم بياخدوا بعضهم وبيطلعوا على الشط وكل حاجه تمام، لكن لونا ما كانتش راضيه تسيب لورين في حاله. ولورين كان محترم وحاول يفلت منها باي طريقه، لكن هي كانت عامله شبه انثى العنكبوت او فرس النبي،
مدام مسكت واحد مش هتحله غير وهو بص ميتة. طبعا ماري شافت كل اللي بيحصل ده واتضايقت اكتر. لما روحوا برضه لونا مش راضية تحل رقبة لورين وكانت ماشية وراه في كل حتة. ولما الكل دخل ينام دخلت الأوضة وباتت معاه. ولما صحى الصبح حاول يخليها ترجع أوضتها. طبعا وهي طالعة من الأوضة ماري بتشوفها. ولما بتخش الأوضة بتقول لها على اللي حصل وهي تقول لها إنها بتحب أبوها، لكن ماري ما كانتش مصدقة كلمة. بيقرروا إنهم يكملوا اليوم حلو وبيطلعوا على الشط. ولورين بياخد لونا على مكنة المية وكان عايز يخوفها. لما لونا مش عارفة تخبي اللي بتعمله وبتعمل كده علشان الكل يشوفه، لكن أبوها كان قاعد شبه الجوافة. لما الكل خلص لعب لونا ولورين قعدوا سوا، وطبعا عملت اللي عملته، لكن لورين جاب آخره خلاص وقال لها كفاية. فلونا راحت نامت جنب أبوها وحكت له على كل حاجة عدا إن اللي بتحبه هو لورين. قالت له انها بتحب واحد اكبر منها وانه جرحها يا عيني قلبي موجوع. فطبعا تاني يوم انطوان راح للورين وطلب منه انه يساعده يعرف مين اللي جرح بنته. وبعدها حاول يتكلم مع ماري علشان يعرف منها لانها صاحبتها، لكن طبعا عملت نفسها عبيطه. في نفس الليله لورين بحو انطوان ساله عرف ولا لا. فلورين قال له انه الدي جي اللي في الديسكو. وطبعا انطوان خد بعضه وسكر شويه وراح خرطق اللي خلفوه، لكن الدي جي الغلبان طلع يستغفر الله شاذ اصلا. تاني يوم انطوان ولورين بياخدوا بعضهم ويطلعوا على الغابه، ومش عارف ايه اللي خلى لورين يشوف دي لحظة حلوة علشان يقولوا على الحقيقة، مع ان انطوان كان معاه بندقية في ايده. المهم لما قال له مسكوا خدوا قلمين وانطوان خد بعضه ومشي. لما لورين رجع طلع على الأوضة وبدأ يلم شنطته هو وبنته. ولما نزل لقى البنتين في وشه وكان انطوان موجود. سألوهم طبعا ايه المشكلة، لكن طبعا محدش اتكلم فهم عرفوا اللي فيها. ولونا ضحكت ضحك كده انا دبت بسببها الصراحة. لكن ساعتها الفيلم خلص. نعم والله خلص ساعتها ومحدش يسأل ايه ده، ومش هقول رأيي في الفيلم كمان لان ايه ده. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص، ونشوفنا على خير الفيلم الجاي. وطبعا قبل ما نقفل ما تنساش لايك جميل واشتراكك في القناه لو انت مش مشترك معانا علشان يوصلك كل جديد. سلام.